أهلا بكم في محاضرة جديدة من MK Front End Academy. النهاردة هتبقى محاضرة مختصرة جدا ولكن فيها معلومة قيمة جدا عن طريق Background Fixed. هوريكم ازاي المنظر أصلا وتعالوا نشوف مع بعض أنا عايز أقصد ايه. نفترض إن دي الصفحة بتاعتنا اللي احنا عايزين نشتغل عليها، فيها شوية كلام ولاجي ننزل على الصورة بلاقي الصورة معايا بتتحرك. خدت بالك إن الصورة بتتحرك ازاي؟ وثابتة معانا وبقية الكلام تحت خالص عادي. تيجي نطلع تاني الصورة بتطلع معانا وبتتحرك أكن الصورة ثابتة ورا وأنا بتحرك عليها. التصميم ده بيبقى جميل جدا ومميز والناس اللي بتعمله بتبقى فعلا ناس مميزة جدا في التصميمات. تعال نشوف بيتعمل ازاي. كل اللي عملنا ديف كبيرة. تعال نمسح كل اللي احنا عملناه ونبدأ نعمله من الأول، مفيش مشكلة خالص. كل اللي احنا عملنا باراجراف حطينا فيه لورم وخلينا الكلام بس كتير شوية، لورم 500. بعد البي عملنا ديف، والديف دي اديناها كلاس color 2. بعد الديف عملنا باراجراف تاني اسمه لورم وخلينا برضو 500. ممتاز. طيب الديف دي بقى عملنا ايه؟ نشيل بس منها كل حاجه احنا مش عايزينها هنا. الديف دي عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها ويدث 100 وعملنا فيها هايت 300 وعملنا فيها نشيل الباك جراوند اوريدي مش محتاجينه، باك جراوند كار، وعملنا فيها الايمج بتاعتنا البانر بتاعنا وعملنا ريبيت نو. وجينا بقى دخلنا على حاجه اسمها باك جراوند اتاتشد وخليناها حاجه اسمها فيكسد. فيكسد يعني ثابت. هل في حاجات تانية ليه؟ تعال نشوف ايه العناصر التانية اللي موجوده فيه. عندنا فيكسد ولوكال وسكرول. تعال نجرب السكرول ونسيف ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. سكرول معناه ان هو ما بيستجيبش معانا في الايه، في التغيرات بتاعه السكرول داون او اب. الفيكسد دوسنا سيف، هو بقى العنصر معانا ثابت واكنه ثابت في خلفيه الصوره، واي حركه على السكرول بتاعنا بيبدا ان هو يشتغل معاه. فده منظر جميل جدا تقدر تشتغل عليه. وبرضه هسيب لك لينكات فيها بعض المواقع اللي ممكن تشتغل عليها وممكن تشوف المنظر ده فيها وتقدر تشوف قد ايه انها جميله ومميزه جدا في التصميم بتاعتها. كانت محاضره سريعه ولكن كانت فيها معلومه مهمه جدا وقيمه. اشوفكم في حلقه جديده. معاكم محمد صالح من MK Front End Academy، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للصفحه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم. برعاية MK for Web Solutions.